الوضع بقى صعب. الشغل ده ما شغل عبد الرحيم دقولو ولا شغل دعم سريع. دعم سريع ذاته هو ما زول بس بكبله ألم في خشمه وبكبله سكر في خشمه. الكلام ده أكبر مني وأكبر منك، لكن حركوا هسه. أنا ما قلت لك كل ما الجيش ده إنه يتحرك إنه ماشي خرب، ده لازم يجيبوا حاجة يحاولوا يكسروا. ده شغل الشغل الهسه ده جاينا كلنا والله. ده لا تقول لي قال انت يا تو، ولا تقول لي انت محايد، ولا تقول لي انت شغل. ده شغل الليله ترمنت الاربعه اللي ترمنت في مسيلات ده. يا زول هاي ده اسلوب الدعم السريع كده. ده جنجويدي ده جنجويدي. الجنجويدي لا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا عنده إنسانية. يا شباب، الناس القاعدين كلنا في دارفور ده، أهلنا القاعدين في مناطق سيطرة الدعم السريع، الناس المقاعدين واتدا ترمنيت واتدا نمرنيخت واتدا محل تسكك ذات ما في. أخواني أبهاتي، الناس كلكم الدنيا ده كله فارغ يا جماعة. خلونا إنه بباقي شهور البي ده قال يبقى قدامنا 6 شهور ده في دول كده هيقتنعوا إنه الدعم السريع ده زي شغلة بتاع هسه بيسوي له حفتر ده. شفت الدعم السريع هسه قاعد ده في دول كده، يعني قدامنا 6 شهور اللي شهر 6 7 8 ده الناس هيقتنعوا بالدعم السريع ده والبلد ده بفضل لهم. التطورات خطيرة جدا. النخسة شغل ده ياتو يا جماعة. شغل ده كله موسى. شغل ده ولا أنا ولا إنتي ولا موسى هلال ولا تقول لي يا تومن ولا عبد الرحيم ده كله، ولا شغل ده كله مدوري. شغل ده هو موسى. ده قول ده اللي هو بيدور المكنة ده وبيدور الريموت ده. كان بوقفوا وكان بكسو. أنا لما نقول إيال خالتهم ده وإيال خالتهم ده أفهمني كده. بس أنا ما نقدر، أنا طبعا ما نقدر نقول الأسماء ده لأنه بيجيب ليه هوا وشغلة ده ترمنيت. لكن انتوا بس افهموا زي ده. بس انت خليك بس افتح أدانك ده وعشان تعرف المثل ده سابه وين. الشغلة الهسه بنين بداوس ده الشغلة جاي من فوق. الزول القاعد يحرك الشغل ده ياتو ده هو موسى ما إيال خالتهم هنا وإيال خالتهم هنا وإيال خالتهم هنا بقوم يا خايب بقوم برتنو بقوم دعم السريع 1 2 3 4 5 6 كده. والشغل ده انا ما قلت لكم ناس ده الدواز ده كله في شنو في شان ارد زول داير ارد ده. وانين الزرق ده ما بدورونا هنا لانه ده مشكله ذاته. انين الزرق الهسه قاعدين في اريا بتاع دارفور ده هم ما بدورونا. الزول اللي بيشتغل لهم شغل ده ياتو دعم السريع. دعم السريع ده هو ذاته بيجي يوم وذاته يا خي بقى زينا ده بس. عشان كده يا شباب المرحلة الجاية ده والله مرحلة بسيط. اي لايف رغم انه صعوبته لايف صعب، لكن كلامي ده خدته في اذانكم. انا كلام ده قلته قبل سنة وقلته قبل 8 شهور وقلته قبل 6 شهور وسكت، وقبل 4 شهور قبل 6 شهور كده وسكت تاني ما كلمت. يا هو الحصل حصل. الشغل اللي كتمت في مسيلات ده بكتم فوقنا. انا زور قريت بكتم فوقنا. ما تقول لي قال انت يا تو وانت منو وقاعد وين ومرتاح وكده وهنا بكتم فوقنا وكتمت في مسيلات. عندما بكتم فوقنا هنا ودائما ركب سرجي قال
ركب سرجين قالوا وقي مسهلال بل أب هنا وبل أب جاي، يعني ما أدري شوية وما أدري شوية، ده كنا نمن شغل لك بس فوق. خلونا نمشي واحد واحد يا جماعة يا شباب. الشيء داير أقوله هنا أنا عايزين وتكون دايرة، إذا ما اتوحدنا كلنا بمكونات، خلينا من إنك أنت ياتو وخلونا من شكل في أنا زول ما سياسي، أنا الواقع ده بنديك له، ده الحاجة الحاصل. إذا ما اتوحدنا بالحاجة الهسه حاصل ده، والله نقول أبي تهد جنجوي، ده كلام، ده شيء جاينا. أنا ما قاعدين برا، مجموعة كبير جدا من شبابنا قاعدين برا، القاعدين جوا ده هو أهل المساكين، ده زول باكل وبشرب. ما خلاص لو موضوع مسيلال ما حقيقي برضو، أنا بنجي نقول لك خراب ده ما بيسلئنا أخو، ده كله لأجندة بعرفوها هم. ومن فيك خراب ما بيسلئنا أخو، ده ما مثل ساكت، ده مثل دارفوري مهما كان اختلفوا شنو بجي يوم من الأيام بيتفقوا. وكده كتمت الخسارة الأرباع لمسيلال الخسارة ده ما بيتعوض. خليك متفق معاه ولا كم شنو ما بيتعوض. زول تاني داير شنو تاني في الدنيا. أنا داير أقول حاجة واحدة شباب، إذا ما دايرين أن إحنا نظل عبيد، والكلام ده قلته كتير جدا يا جماعة علينا بالوحدة، انت زغاوي، انت فوراوي، انت مسلاتي، تنجراوي، المهم برقاوي، اي زول انت من المكونات الزرقاء الهسه قاعدين بدارفور ده وايالهم القاعدين. يا جماعه الوحده ثم الوحده، كلامي ده يا جماعه ما عندنا اي حل تاني. خلونا انه باختلافاتنا يا جماعه، الخلاف ده ياهو كل يوم نسمو منطقه واحد بس قلت فضل لنا من فضل ده هو في دارفور ده فضل محلين بس ما سقطوا، وبالطريقه الهسه بالواقعيه الهسه ده بس قلتوا محلات دي. شغل ده ولا قال بعيد طالما انه هو موسى قاعد، هو موسى ده حالف هو يشيل دارفور ده بيشيله دارفور ثم يتجه الى كردفان. يا جماعه علينا بالوحده يا شباب. مفترض ان احنا كوعي كشباب نحن وكناشطين يا جماعة اشتغلوا انه في موضوع الوحدة ده. اذا ما اتوحدنا بباقي شهور البقى ده، والله نتلو فراجة في ايد الناس، ياهو نقو فراجة في الناس. عشان كده لابد انه نتوحد. والشغل الجاينا ده اصلا ادونا في دارفور ده ادونا جنجبيل، ما عندنا اي زول ثاني. عليكم السلام. عدونا الجاينا ده، عدو الجاينا ده جنجويد. الشيل قاعد الان بدور ده. اتمنى اخواننا الموجودين كلنا نحن جوا وبرا يا جماعه علينا بالوحده، والا والله دارفور ده انا قبل سنه قلت لكم دارفور ده تمشي كده الا تكتب تذكره وتخش. وناس تعرفوا الناس ده جنوا ويجن قروش بشفشوا، ما بخلوا زول في دارفور ده بالطريقه اللي هسه ماشي ده. لا في مجتمع دولي بس علم، ولا المجتمع الاوروبي بس علم. زول بس على برا ده ما في، لانه في دول من موسى وإيال خالتهم وباقي دول التانيين ده هم ذاتهم دايرين انه اهلنا الفداء يندفوا له مؤتلة عشان يجي يخموا ترابه، يخموا تراب، يخموا يورانيوم، يخموا شخاليد ده ويدنكسوا به. ده الحاجة الآن حاصل. ما لم نتوحد بباقي شهور الجاي ده ولنهاية 26 ده مسألة ده في دول كده بس منتظرين لسه، لكن في دول معينة
انه بيقتنعوا بالدعم السريع ده. الان الدعم السريع